عاجل ورسميا مؤشرات ومعطيات ميدانية تؤكد أن سوق السيارات في الجزائر مقبل على هزة سعرية وانخفاض وشيك مع نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر. هذه ماشي غير هضرة ولا تمنيات، هذه حسابات اقتصادية دقيقة وتغيرات مست تكاليف الشحن والمصانع. الآن نجو التحليل المنطقي. لماذا هذا التراجع؟ بزاف اللي راهم يقولوا علاش هذا الانخفاض، وين كان مخبي هذا الفارق؟ اليكم الحقيقه بالارقام وبشكل علمي مبسط. اولا واللي تفهموا عليها كاع، انخفاض كلفه الشحن البحري. تكاليف شحن الحاويات والمركبات القادمه من الصين نحو الموانئ الجزائريه تسجل تراجعا كبيرا، وهذا الشيء هو اللي نقص الكلفه تاع 30 مليون سنتيم في كل مركبه. نروحوا الان الى الدخول الاجتماعي الصيني والمنافسه. المصانع الصينيه مع مواسم الإنتاج الجديدة تقدم تخفيضات وتسهيلات لتصريف المخزون، ومع احتدام المنافسة بين الوكلاء والمستوردين هنا في الجزائر انخفض سعر الشراء في البلد المنشئ بفارق يصل إلى 40 مليون سنتيم. والنقطة الثالثة انخفاض وعاء الرسوم الجمركية. عندما تنخفض قيمة السيارة وتكلفة شحنها فإن الرسوم والضرائب الجمركية المترتبة عنها تنخفض تلقائيا بأكثر من 10 ملايين سنتيم. يعني بالتالي السيارة الواحدة ينخفض سعر التكلفة تاعها من 80 حتى ل 100 مليون ببساطه. دوك ندير لكم مقارنه عمليه على ارض الواقع ونعطيكم نماذج الاسعار. نعطوا المثال بسياره جيلي كولراي، بعد ما كانت دير 450 مليون سنتيم تتجه المعطيات لتستقر في حدود 350 مليون سنتيم ولا اقل. نروحوا نبيعوا بزاف لي فان اكس 3 برو، بعد ما راهي دير 350 وصلت 360 وكاين اللي راه يبيع فيها حتى 320 كاع، قادر هي ثاني تراجع 250 مليون سنتيم او اقل. صح، وهذا تداعيات هذا السقوط على السيارات القديمة والمستعملة. هنا يكمن لب الموضوع. دخول سيارة جديدة 0 كيلومتر بأسعار منطقية لا يخدم فقط مشتري جديد، بل سيضرب مباشرة أسعار السيارات القديمة هنا في الجزائر، لأنه المنطق الاقتصادي هو اللي يفرض نفسه. كاش اللي يشري سيارة قديمة ولا مهترئة بالسعر تاع سيارة جديدة. هذه يا خوتي كانت هذه وجهة نظري، نتمنى تبارطاجوا هذا الفيديو ليصل إلى الجميع. السلام عليكم. عودنا فيما يخص سوق السيارات، وهذه راح نقولها لكم بالخبره خاوتي. في اواخر سبتمبر راح يسقط سقوط حر. شد سقوط حر؟ سقوط حر خاوتنا. وشو على هذا القول؟ اليوم شحال رانا في شهر خاوتي 13 اوت، من الاواخر سبتمبر راح يطيح طيحه شينه خاوتي. اللي عنده ليد ساعه ماهوش قادر يشري من اواخر سبتمبر يشري كيما يحب والسلام. عودنا فيما يخص سوق السيارات، وهذه راح نقولها لكم بالخبره خاوتي. في اواخر سبتمبر راح يسقط سقوط حر. شد سقوط حر؟ سقوط حر خاوتنا. وشو على هذا القول؟ اليوم شحال رانا في شهر خاوتي 13 اوت، من الاواخر سبتمبر راح يطيح طيحه شينه خاوتي. اللي عنده ليد ساعه ماهوش قادر يشري من اواخر سبتمبر يشري كيما يحب والسلام.